الناس كاملين مركزين مع ليفربول سيتي ارسنال، ولكن الفريق اللي خاصهم يراقبوه هو استون فيلا. شوف، استون فيلا ما كيخدمش بعشوائيه. اداره ومدرب اوناي ايمري حاطين خطه واضحه، يبيعوا اللعابه اللي وصلوا قيمتهم الاعلى في السوق، ويستغلوا الفلوس باش يجيبوا لعابه صغار عندهم جوده وقدامهم سنوات باش يتطوروا. يعني ماشي تبديل اسماء، ولكن بناء فريق جديد من الزيرو يقدر ينافس لسنوات. كل صفقه كيديروها عندها هدف واضح وكيتناسب مع الخطه ديالهم. واليوم استون فيلا ما بقاش كيلعب غير باش يتاهل لدوري ابطال اوروبا، والهدف هو ينافس على الدوري الانجليزي ويثبت بان الموسم اللي فات ما كان صدفه. ايمري معروف بانه كيعرف يبني المشاريع، وسبق نجح مع اكثر من فريق. الا كمل استون فيلا بنفس الطريقه راه يقدر يكون اكبر مفاجاه في بريمير ليغ هذا الموسم. واللي كيخوف اكثر ان سوق الانتقالات ما سالاش، ومازال ممكن يجيو اسماء كبار يزيدوا يقووا الفريق. ودابا جا دورك، واش استون فيلا فعلا يقدر ينافس على لقب بريمير ليغ، ولا اقصى حاجه يحققها هي مركز مؤهل لدوري الابطال؟ كتب لي رايك في لي كومونتير ونتلاقاو في فيديو جاي. تهلا.